ياه، كله بيخاف من السنة الصغيرة دي. حتى المصريين القدام كانوا بيصرخوا من وجع سنانهم. وهوبا، يلا بينا نرجع زمان. عندهم المرض كان مش بس جسم، لا، دي كانت روح كمان. والأسنان كانت بتتأثر بالأرواح الشريرة. عشان كده كانوا بيخلطوا الأعشاب مع الطقوس والدعاء لتخفيف الوجع والروح تبقى مرتاحة كده زي كده. شايفين القرنفل ده؟ ده مش بس ريحته حلوة، ده ريحته جنان. ومش بس عشان ريحته، لا لا لا، ده كمان بيخدر السن شوية شوية وبيقتل البكتيريا. لو مضغت القرنفل كده شوية، الألم بتخف يجي كده 20 ل 40 دقيقة، بتبقى كفاية عشان تهدي السن. وده بقى الخشخاش، أقوى حبتين 3، مخصوص ليكي انتي بس، مش لأي حد تاني. وده لازم قبل خلع السن لو الوجع مموتك. ولما تحطيه على السن هتحسي بالوجع بيخف تدريجيا حبة حبة، أبطأ من القرنفل لكن أقوى. والحشيش كمان استخدموه، شبه مخدر، بس ما تخافيش مش هيخليكي تسلطاني. ده بس لتسكين الوجع المزمن، بس مش قوي زي الأفيونات. ونحط بقى العسل والأعشاب على بعض كده عشان يخفف الوجع ويحميكي من العدوى الوحشة ويريح كمان اللثة. أما بقى الزيوت النباتية زي الزيتون بتساعد الأعشاب تمتصها اللثة، وهوبا المخدر الطبيعي يشتغل على طول. وكان عندهم أدوات نحاسية وبرونزية بتبرق كده من لمعانها عشان نخلع سنتك الأمورة. كله طبيعي وموضعي، محدش عنده تخدير كلي. ولازم نضغط بالإيد على وشك الحلو ده واللثة عشان يقلل الوجع شوية حلوين، كأنك بتدلعي سنتك. أما الغرغرة بزيت الأعشاب ده مهم جدا، تهدي حساسية الأسنان وتدي إحساس بالراحة. وكمان كان في طحن الأعشاب بالحصى أو الخشب عشان تلاقي معجون مخدر، شغل يدوي محترف، نتيجة ترضيكي. ولازم يبقى في أعواد تنظيف الأسنان أو معجون بالرمل والعسل عشان يحميكي قبل أي علاج. ودي بقى أدوات حادة تبان تعورك، بس هي كيوت، بتكون دقيقة جدا عشان السوسة تروح خالص. كل حاجة طبيعية، وراحتك عندنا أهم حاجة. وشفت بقى المصري القديم لما يدمج الطب مع الروحانيات هتروح في حتة تانية خالص. الجسم والروح الاتنين هوبا بيتحسنوا مع بعض. ورجعنا لمصر الحديثة من تاني، والخوف ابتدى يقل خالص خالص، وابتديتي طبعا تحسي بالراحة. وشك بقى منور اهو. خلينا نتكلم شوية جد بقى. المصري القديم علمنا إن التسكين الطبيعي والخوف المنخفض أهم حاجة. حتى بدون تخدير كلي، طرقهم كانت عبقرية وفعالة. والقرنفل اللي استخدموه زمان لسه ممكن يخفف ألم الأسنان لحد النهاردة. حتى العسل والأعشاب مش بس للتسكين، لا لا، ده كمان للوقاية من الالتهابات. المهم إنك تكوني مرتاحة، والخوف أقل، والوجع أخف، والبسمة على وشك. رحلة في الزمن علمتنا إن الطبيعة والطمأنينة سر الراحة الأبدية، حتى لأسنانك.